السلام عليكم. مساء الخير على الجميع، واسعد الله اوقاتكم بكل خير ويعطيكم العافيه. اليوم ان شاء الله بسوي لكم طبق سندويشة كوتو دجاج مع شرايح بطاطس. هنا دجاج، 3 صدور دجاج كبيرة مقطعة مكعبات، بصل أبيض، خس مفروم، طماطم شرايح، كاتشب، صلصة صويا حلوة، خردل، بودرة الثوم، أوريغانو، ملح، فلفل أسود، زيت نباتي. ونيجي هنا للخبز. بالنسبة للخبز أنا أنصح أي أحد لما يبغى يجيب خبز سندويتش يعني يجيبها بنفس اليوم أو اليوم اللي قبله، لأن إذا جبتها من 3 أيام 4 أيام ممكن يتكسر معاك لما تسوي أي سندويشة. وعندي آخر شيء هنا كزبرة ناشفة وكمون. سويت هنا شرايح بطاطس، الحين بحطها بالفرن أول شيء. أول شيء بسويه بحط رشة زيت وببدأ أدهنها. وبعطيها رشة ملح وفلفل أسود. هذا رشيت عليه الملح والفلفل الأسود، وبحطها بالفرن لمدة ثلث ساعة 25 دقيقة على بال ما نجهز طلب. هنا أضفت فلفل أسود وملح نفس الكمية اللي أنا كتبتها في الورقة، وثوم بودرة وكزبرة ناشفة، صلصة الصويا، وهنا كاتشب 2 معلقة، وهذا هنا خردل. ايش اللي بسويه الحين؟ بخلط المكونات مع بعض وبعدين بضيف الدجاج. وخلصنا. طيب الحين أنا أضفت الدجاج، ببدأ أخلط المكونات مع بعض. بإمكانكم تعملوها مثلا قبل 6 ساعات 4 ساعات، تبغوها الحين على طول. كل ما التتبيلة أخذت مع الدجاج كل ما كان ألذ. استخدامي حيكون في الطبخ بس الصينية هذه، فأنا بضيف الحين شوية زيت وبعدها بضيف الدجاج. بعد ما تسخن الزيت حطيت الدجاج، ببدأ أقلب فيه، وبعدها بشوي أحط البصل. ماني حاط الفلفل الأخضر. ليش؟ لأن لو حطيت الفلفل الأخضر من البداية بيروح لونه، وأنا أبغى الصراحة لون الفلفل يكون بارز في الوجبة، وفي نفس الوقت برضو أنا أبغى الفلفل يكون مقرمش
فيفضل انه يكون في اخر شيء من الطبخ. كل اللي علينا نبدأ نقلب في المكونات عشان ما يلصق في الصاج. على بال ما الدجاج يجهز ببدأ الحين أقطع الخبز، وأنا ما حقطعها كاملة بس من الجنب. الحين بضيف البصل الأبيض، يعني شوفوا لونه قرب على وشك إنه يستوي. أقلب البصل مع الدجاج. اللي يبغى طعم الدجاج يكون مدخن يضيف عليها صلصة الباربيكيو المدخن صويا، وهذا المدعم له أيضا تباسكو. أنا أضفت هنا الخس وقطع الجبن والمايونيز، باقي الدجاج وبعدين التكملة النهائية. بعد ما شفت الحين الدجاج على وشك انه يستوي وخلاص، بضيف الفلفل الأخضر وأقلب المكونات مع بعض. بفتح بسرعة على البطاطس بشيك عليه عشان أبغى الحرارة تظل داخل الفرن. شكله على وشك إنه يخلص. حطيته على نار هادية. الحلو في هذه الوجبة إنه تحضر السندويشة اللي أنت تبغاها بالخلطة اللي أنت تبغاها وتضيف الدجاج عليها. ما شاء الله، شوف البطاطس الزيت اللي دهنته قاعد يغلي. الحين بطفي عليها وبشغلها من فوق، أبغاها تتحمر شوي. خلصت الطبخة الحين، بطفي عليها النار تهدي شوي. حضرت أنا السندويشة. الحين ببدأ أحط الحشوة في السندويشة. ملاحظة، لا أحد يكثر كمية الدجاج في السندويشة نفسها. ليش؟ لأنه إن كثرت الحشوة المرق نفسها بتقعد تتشرب مع العجين، ووقتها ما تقدر تمسك السندويشة ولا شيء، بيفرط معك. فيفضل إنه تحط كمية معقولة، لأن في باقي خضرة اللي هي الخس والطماطم والمايونيز والكاتشب، كل هذه الأشياء معانا. طيب، حطيت الدجاج وحطيت طماطم وحطيت كاتشب. الحين المرحلة الأخيرة عليه الزينة. كذا خلص طبقنا لهذا اليوم. حطيت بطاطس وهذه السندويشة وجنبها الكاتشب والشطة. تحسوا في أحد يبغى يطبخ هذه الطبخة اللي هي الكودو دجاج؟ انشروا حسابي، الله لا يهينكم. بالعافية علينا. يكون الطبق نال على رضاكم، وأتوقع إنه خفيف وبسيط وحلو. يلا وروح آكل الحين. السلام عليكم.